السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انا قناتي عيلة مصطفى حسام. اللي ما شرفنيش في قناتي يا ريت يشرفني ويشترك كده وتعليق حلو منه. انا النهارده جايه اعمل لكم الوصفه ترند الرز البخاري اللي هو الرز البسمتي مع الفراخ المدخنه. صدقوني اكله تحفه. سهله جدا بسيطه. لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. زي ما انتوا شايفين معايا وركين، ومعايا التتبيله بتاعتهم اهو، طماطم وتوم، ومعايا بصله وسبع بهارات وملح وفلفل وكمون وقرفه وشويه كزبره. وطبعا معايا هنا الليمونه، والليمونه طبعا اساسيه، بتدي تست حلو قوي في المشويات، وبتدي كمان بتشيل اي زفره للمشويات. كل المكونات دي كلها هضربها في الخلاط مع اضافه زي معلقه زيت كبيره ومعلقه خل كبيره. كل ده هضربهم في الخلاط. واول ما اضربهم بقى في الخلاط زي ما انتم شايفين كل المكونات حطيتها في الخلاط، هضربهم بقى ضربه كويسه قوي قوي قوي. وهبتدي اني انا انزل بكل المقادير اللي انا ضربتها في الخلاط على الفراخ. وطبعا انا فتحت الوراك كويس قوي، فتحتها وكسرت العظمه اللي من فوق. انا عايزه الوراك تتكسر بحيث في السوا ما تاخدش معايا سوا. وتاني حاجه تبقى متفتحه ان هي تاخد معايا التتبيله، ان التتبيله تدخل فيها في كل حته. انا هنا اهو ونزلت بالتتبيله وهتبل كويس قوي وادخل بين الجلد كده واخليها، يعني بصوا كانكم بتحموها كده بالتتبيله زي ما انتم شايفين. هنا بقى التكه اللي انا ما حطيتهاش قدامكم ونسيت، ان انا الزبادي. انا حطيت هنا 3-4 معالق زبادي كبار. الزبادي هنا بس انا حطيت الزبادي بعد ما تبلت التتبيله ديت، لان انا عايزاها في الاول تاخد تتبيله البهارات مع الطماطم مع الثوم، وبعدين ادخل الزبادي بعد كده. الزبادي هيديني طراوه، هيخلي اللحم طري وجوسي كده وطعمه حلو، وهيخليه كمان بيديكي كمان ايه، طعم ولون. يعني بيديكي طعم كده بتحسي آه بطعم اللحم بيبقى حلو قوي. يعني انتوا لما تجربوا هتعرفوا الطعم حلو قوي قوي لما بيتضاف الزبادي. وانا هنا بدأت ان انا احطهم في صينيه. طبعا اهو زي ما انتوا شايفين. هنا كان الزبادي اتحط بقى، كان الزبادي اخر حاجه اتحط بعد ما خدت ودي 3 ساعات كده في التتبيله الاولانيه اللي انا عملتها. طبعا على بال ما هي بتتبل وعلى بال ما انا دخلتها الفرن بقى وخلصتها، قلت اعمل شويه رز بسمتي. فطبعا انا ليا طريقه في الرز البسمتي دي، طريقه مصريه على سوريه الاتنين مع بعض. انا بجيب بصلايه صغيره قوي 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 وبشوحها كده تشويحه، ما بصفرهاش، بحس هي بصلايه صغيره جدا ما بتبانش، بس بتديكي طعم الرز البسمتي، بيوديلك الرز في حته تانية. دي الرز ده رز مصري سوري، الطريقه ميكس بيننا وبين سوريا، يعني اخواتنا في سوريا. هنا نزلت بالورق اللورا زي ما انتم شايفين. وهنزل بمعلقه كبيره قرفه بودر، مش قرفه عيدان، قرفه بودر. وجربوا الطريقة يا جماعة، صدقوني القرفة البودر هتنزل الزيوت اللي فيها وتنزل الطعم الحلو اللي فيها، وهتخليلكوا رز حلو قوي وطعمه حلو قوي قوي. محطيتش فلفل، انا حطيت ملح بس. وهنا بقى ببتدي ان انا اشوح الورق اللورا، بنزل النكهة بتاعته، بنزل الطعم بتاعه مع البصل مع القرفة. هبتدي بقى ان انا هجهز بقى الرز البسمتي. كان معايا زي ربع كيلو او شوية ازيد من ربع، حاجة بسيطة. هبتدي ان انا انزل بيهم على البصل وهدي تشويحة صغيرة قوي، بحيث ان الرز البسمتي انا مش عايزاه ان هو يحمر معايا. وهعمل لكم كذا طريقة الرز البسمتي على فكرة بعد كده. هنا انا كنت غسلة الرز ونزلت بيه بقى اهو. هبتدي ان انا ادي لفة صغيرة كده تشويحة بسيطة. كل ده والفراخ بتاعتي بقى انا دخلتها في الفرن. انا هنا شغلت شوايه الفرن في صينيه وعلى درجه حراره 180، وبحطها في النص. هي بتاخد على حسب الاوراق. معروف ان الطيور كل كيلو بيقعد ساعه. يعني انا هنا عندي الوركين مش كبار، ما كملوش ساعه الا ربع.
تمام. انا هنا اهو هبتدي بقى ان الرز خلاص اتشوح معايا، هبتدي انزل بالميه. خلاص. الريحه كانت حلوه قوي وريحه تحفه بصراحه، وانا هنا بوريكم ان هو لسه فاتح ما احمرش معايا، والرزايه لسه زي ما هي، بس يا دوبك بس ان انا خليتها تاخد نكهه القرفه وهي بتتحمر معاها. طبعا وطبعا انتوا عارفين الاعشاب بتنزل زيوتها، وطبعا القرفه من الحاجات المفيده جدا، والزيت بتاعها والريحه بتاعتها بتدي طعم حلو جدا. يا ريت اللي ما شرفنيش اللي وصل معايا الفيديو لحد كده، يا رب يا ريت يا ريت يا ريت يشرفني بالاشتراك وتعليق حلو منكم. وهنا نزلت بالميه. انتوا عارفين طبعا الرز البسمتي، انا عمري ما عيرت الرز البسمتي الكوبايه عليها، المفروض الكوبايه عليها كوبايتين ميه، لا انا عمري ما عملت كده، لا انا بحطها بالويم كده، لان انا ببقى عارفه تقدير الحاجه في السوا بتاعتها. فانا هنا حطيت الرز البسمتي، حطيت له الميه بتاعته. هنا خلاص غطيت زي ما انتوا شايفين. وفي الاخر الرز البسمتي خلص، ما حطيتش لون اصفر ولا حاجه، هو اللون خد لون القرفه، بقى لون اللي على بني كده. وادي الفراخ طلعت من الفرن، وعملت جنبهم شويه سلطه. واللي وصل معايا الفيديو الف شكر ليه وكتر خيركم، وشرفوني بالاشتراك وتعليق حلو منكم، واقول لكم باي باي.